بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، خلاص العيد على الأبواب وكل البيوت بتحضر للعيد وبتحضر لبسكوتات العيد. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت المكنة بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير تتعدى على الصوابع. وزي ما انتم ملاحظين البسكوت هينطق لوحده في الصورة. البسكوتة هشة وخفيفة لأن كل المقادير موزونة بالجرام، وعمره ما هيفرش معاكي وهتفضل النقشة زي ما هي بالظبط، والحجم قبل التسوية زي بعد التسوية. وهنشوف مع بعض دلوقتي المقادير والطريقة. اللي حابب يكمل معانا الفيديو ينزل على طول يعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو ويوصل الفيديو لكل أصحابه بالشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين. دلوقتي هننزل بنص كيلو من السمن، أي نوع سمنة عندك، سمنة بلدي، سمنة بقري، سمنة جاموسي، سمن نباتي، أي نوع. طبعا السمنة تكون بنفس درجة حرارة المطبخ، ولا هي سايحة ولا هي جامدة، عشان تطلع معانا النتيجة كويسة جدا. وهننزل عليها بنص كيلو من السكر الناعم أو السكر المطحون. مش عايزين نجيب سكر مطحون من بره، لأن دايما السكر المطحون اللي بنجيبه من بره بيبقى في الغالب مخلوط نشا. وأنا عايزة نص كيلو سكر صافي عشان السكر بتاع البسكوت بتاعي يطلع مظبوط. وهقلب تقليبة كده في الأول عشان خاطر وانا بضرب السكر ما يطيرش في وشي. ودايما واحنا شغالين كده يا بنات نسمي الله ونذكر الله، دايما الذكر يكون في لساننا على طول عشان الحاجة اللي بنعملها يكون فيها بركة. ده غير انها ان شاء الله تطلع حلوة. انزل على الخليط بتاعي بقى بكوباية زيت، وكوباية الزيت دي تكون نظيفة، لازم تكون زيت كويس عشان طعم البسكوت ما يكونش فيه اي نكهة غريبة. وبعد كده هنجيب بقى المضرب بتاعي وهنزل بقى على الخليط. كل ما هتضربي الخليط ده كويس كل ما هتطلع النتيجة عندك كويسة جدا. ونخلي بالنا يا بنات طول ما انا واقفه وشغاله في المطبخ، اي طبق، اي معلقه، اي حاجه اشتغلت بيها زي ما قلنا قبل كده وبنقول في كل فيديو، المها على طول في الحوض. ولما اخلص كل جزء من العجنه بتاعتي اغسلها على طول. كده شايفين درجة اللون فتحت ازاي؟ طول ما انا بضرب بالمضرب هتلاقي درجة اللون تفتح عندك، وهتلاقي القوام بيتقل. وكده نبقى احنا اتأكدنا ان احنا ماشيين صح. وكل ما الخليط معاكي بيتقل بالشكل ده كده يبقى احنا كده تمام. شايفين؟ لازم هيوصل معايا للقوام ده. وفي المرحلة دي هنزل معانا بست بيضات. زي ما احنا شايفين انا بستعمل بيض احمر، لان البيض الاحمر بيكون كويس وريحته كويسة، انما البيض الابيض بيبقى فيه سنة زفارة. وهنزل بقى بنص معلقة صغيرة فانيليا، وهضرب برضو تاني الخليط لحد البيض ما يختفي. كل مرحلة هضيفها على العجين اللي معايا او على الخليط اللي معايا لازم اضرب كويس لحد اللي انا ضايفاه ما يختفي تماما. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من قشر اليوسفي زي ما احنا شايفين كده، وطبعا احنا عملناه قبل كده في القناة وهحط لكم اللينك بتاعه فوق في حرف الاي. وبعد كده هنزل بباكو تانج. باكو تانج ده انا جايباه من السوبر ماركت، هضيفه بيعمل لون جميل جدا وطعم تحفة جدا مع البسكوت بتاعي. وهضرب برضو لغاية الكل ما يختفي ويبقى كله خليط واحد كده. وبعد كده هكون مجهزة بقى الدقيق بتاعي. الدقيق اللي انا هستعمله في الوصفة دي يا اما دقيق كحك وبسكوت يا اما دقيق متعدد الاستخدامات. ما ينفعش استعمل الدقيق العادي. وهنزل عليه انخله الاول زي ما احنا شايفين. لازم العجينة بتاعت الدقيق بتاعه يتخلله الهواء عشان تطلع عجينة ناجحة جدا وتجيب معاكي النتيجة المرغوبة. وبعد كده اكون مجهزة 3 بواكي من البودر. كل نص كيلو دقيق بيحتاج باكو بودر. انا هنا كان عندي باكو باودر جاي في حرارة المطبخ، وكان عندي 2 موجودين في التلاجة، فلازم الموجود عندي في التلاجة ده انخله الاول عشان لو في اي تكتلات تنزل معايا في المصفى بتاعتي وتنزل معايا بعد كده في العجين. ما تبوظش العجينة بتاعتي. شايفين كان في بعض التكتلات البسيطة، انا فركتها كده في المصفى. وبعد كده خلاص ابدا اسلك بقى المضرب بتاعي كده، مهمته انتهت خلاص. تيجي بقى مهمة ايدي بقى، وابدا بقى اقلب الدقيق مع الخليط بتاعي، السمن والسكر والزيت والبيض. ونخلي بالنا يا بنات البسكوت مش بيتعجن. انا هقلب بس الدقيق مع الخليط لغاية الدقيق بتاعي ما يختفي. اوعي تعجني البسكوت وتلتي وتعجني فيه عشان ما يطلعش معاكي ناشف ومخشب. لازم بس تقليبة بسيطة كده لغاية ما يختفي الدقيق نهائي. أنا ولا هعجن ولا هفضل أقلب وأجيب من تحت. أنا عايزة العجينة بتاعتي تطلع كده مفرولة زي الرمل المبلول بالظبط. أنا مش عايزة أكتر من كده، دي النتيجة المطلوبة معايا. شايفين؟
هي دي النتيجة اللي أنا عاوزاها عشان يطلع معايا بسكوت ناجح. شايفين العجينة الجميلة إزاي؟ تحفة جدا. لو وصلنا مع بعض لحد هنا هننزل على طول نعمل لايك للفيديو، اوعي تنسي، عشان نشوف المرحلة اللي بعدها. نيجي بقى المرحلة اللي بعدها وهي أهم مرحلة، مرحلة المكنة. أنا بستخدم الموسي العادي جدا بتاع البسكوت زي ما انتم شايفين كده، وأنا بستخدم الناحية الرفيعة لأنها بتطلع البسكوتة جميلة وخفيفة. في المرحلة دي أكون بقى محضرة السيجان بتاعتي جنب مني، تكون مغسولة ونظيفة ومدهونة عشان أستعد الرص البسكوت فيها. ودي بقى طريقتي في تقطيع البسكوت. أنا أحب البسكوت يكون كله نفس المقاس. لما يكون كله مقاس واحد كده ومنتظم، ومن الطرف ده ومن الطرف ده يكون بشكل مستقيم، تحسي كده إنك جايباه جاهز من بره من أحلى محل حلواني. وبرص كمية قدامي على مفرش التقطيع زي ما انتوا شايفين كده، بالحجم ده كده معقول خالص. وكل ما البسكوتاية كان شكلها مظبوط ومقاسات واحدة، كل ما كان الطبق بتاعك هيطلع شكله جميل جدا حتى في التقديم. وبقطع بقى كده نفس الأحجام، وبساوي كمان الطروف من الناحية دي ومن الناحية دي علشان تطلع الجلابة عندي كلها متساوية ونفس المقاس. وما تخافيش خالص، هتلاقيها بتتشال وبتترص معاكي في الصينية او في الصاج بتاعك بكل سهولة، ومش هتلاقي منها اي تعب نهائي. ده انت كمان لو لقيتي اي واحدة مش منتظمة او مش مظبوطة او مش متساوية مع باقي البسكوتات، ممكن تظبطيها وهي في الصينية عادي جدا. شايفين السكينة في ايدي وبساوي وبظبط المقاسات بالظبط زي ما احنا شايفين كده. لازم كل ما المسافات كانت متساوية كل ما هتطلع لي النتيجة افضل جوه الطبق. متخيلة بقى يا ست الكل ان كل ما تعملي الحاجة بحب كده وتطلعيها جميلة وشيك كده وظريفة ومتساوية كده ومتظبطة وتعجب ولادك وضيوفك، اكيد انت هتبقي مبسوطة وسعيدة ان الحاجة طلعت تمام كده وبيرفكت. وطبعا كلنا يا ستات بيوت بنتبارى طبعا مين البسكوت بتاعها هيطلع احلى. طبعا ان شاء الله لو عملتيه بالطريقة ديت مش هتندمي، والكل هيسألك عاملاه منين او جايبه الطريقة منين، قولي له على طول جايباه من بيتنا جديد مع غدا خطاب، وان شاء الله هيطلع احلى بسكوت في العيلة. شايفه بقى الرصه بتاعت البسكوت، البسكوته قد البسكوته كله متساوي، نفس الطول ونفس العرض. انا ظبطت بالسكينه، كل ما تظبطي بالسكينه هتطلع كل المقاسات زي بعضها. حقيقي هيبقى في الطبق شكله جميل جدا وشكله شيك جدا، ولما تدخليه الفرن مش هيفرش ولا ينفش ولا حاجه، هيطلع نفس الشكل زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ما اخدش في الفرن 10 دقايق على نار 180 او نار وسط، ولو احتاجتي شويه شوايه تشغليها 3 دقايق بس، ما تزوديش عن كده. وطبيعي البسكوت لازم يطلع باللون الذهبي الفاتح ده. ده غير كمان انه طلع ناعم وجميل ومقرمش وتحفه جدا وبيدوب ذوبان. فعلا مش هتتخيلي ان البسكوت ده بالمقادير البسيطه دي، وهيعجب اكيد ضيوفك واكيد ولادك كمان. ده غير كمان ان الرسمه والنقشه بتاعته زي ما هي ما اتغيرتش نهائي، جميل جدا وطعمه اللي بيدوب في البق ذوبان. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم إن شاء الله. وأتمنى تجربوا الوصفة ومش هتندمي أبدا إنك جربتي البسكوت بالطريقة دي. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسينيش من صالح دعواتك. ده غير بقى لايك للفيديو والاشتراك عشان يوصلك كل جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.